صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوني. النهارده هنعمل صينيه سمك مكاريلي بتتبيله وتحويجه مميزه، ويلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا جبت السمك بتاعي غسلته كويس بالملح والليمون، وبعد كده شطفته كويس جدا وحطيته في المصفى. هعمل بقى التحويجه بتاعتي او التتبيله. جبت الثوم المفري مع فلفل مع كمون وكزبره وشطه بودر وهريسه شطه وخل وليمون، وحطيت الملح بتاعي وهبتدي ان انا افرم ده كله في الهون او الكبه. بعد كده جبت البصل قطع صغيره مع فلفل حامي مع الطماطم كله قطع صغيره. بعد كده هجيب التحويجه اللي انا عملتها او التتبيله دي، اخد منها معلقه اطعم بيها البصل والطماطم. بعد كده هجيب صينيه واحط حاجه بسيطه من الزيت زي ما انتم شايفين كده، وشرايح من البصل، ممكن جزر مبشور، ممكن شرايح من الجزر، شرايح من الطماطم اللي متوفر عندك. بعد كده جبت السمك وهطعمه في كل حتة من السمك بالتتبيلة، وبعد كده هبتدي ان انا احشي البصل بالطماطم والفلفل في السمك. انا عايزة كل حتة من السمك تبقى متوغلة ومتطعمة وشاربة من طعم التتبيلة. انا عايزة كده وانا باكل السمك ابقى مستمتعة بحتة السمك ان هي مليانة من الملح والتتبيلة والثوم والهريسه بتاعت الشطه، الملح، الكمون، الحاجات دي بتبقى بتدي طعم حلو قوي، بالذات لسمك المكاريل او السردين. زي ما انتم شايفين كده طعمت قطعه السمك، وبعد كده حشيت السمك بالخلطه اللي انا عملتها. زي ما انتم شايفين كده، لو عندي جزر مبشور، لو عندي طماطم، لو عندي اي مكونات كمان بتدي ريحه حلوه للسمك ممكن تحطيها زي الزعتر او الروزماري. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى ان انا اخلص كل السمك والتتبيله، وهجيب بقيه التتبيله ارشها من فوق الوش مع شويه زيت. جبت هنا التتبيله زودتها خل وزودتها ليمون، وهبتدي ان انا بقيه التتبيله بقى هبتدي ان انا اضيفها على بقيه السمك، ومن فوق الوش بقى شويه زيت، وهبتدي اعصر ليمون تاني. زودي الليمون على قد ما تقدري، بيدي طعم حلو قوي للسمك السردين بالذات او المكاريل. زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى ان انا ارش شويه من الكمون والكزبره والشطه. انا بقى بحب بصراحه اهتم بالتفاصيل، والاكل كده يبقى شكله معمول بمزاج وطعم حلو وشكل كمان احلى. جبت هنا شرايح طماطم وورق من الكزبره الخضراء وفلفل رومي وفلفل سبايسي، وبقيه الحشو اللي اتفضلت برضو ضفتها على الصينيه زي ما انتم شايفين كده. لو عايزين فلفل رومي او الوان وتشيلوا الفلفل الحامي مفيش مشاكل، لكن انا بحس ان سمك المكاريل او السردين بالذات بيحب قوي طعمه بتبقى احلى بالفلفل الحامي. هنا بقى بقيه الدقه زي ما قلت لكم كده، زودتها خل وليمون، وابتديت ان انا اضيفها من فوق الوش على الصينيه، وبرده زودت الزيت. لو عايزة تسويها من فوق البوتاجاز 10 دقايق وبعدين في الفرن مفيش مشاكل. لو عايزة تخليها فوق البوتاجاز و10 دقايق على تحت الشواية برضو اعملي اللي يعجبك. هنا بقى حطيت بصل وحطيت كل المكونات بتاعة الحشو من فوق الوش زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا احطها من فوق الوش من فوق عين البوتاجاز، وبعد كده احطها في الفرن او تحت الشوايه اللي يعجبك. لو عايزه تخلي ليها صوص كده بيبقى طعمه حلو او مفيش مشاكل، لو عايزه تنشفيها بالشكل ده برضو اللي يعجبك. زي ما انتم شايفين كده انا عملت معاها سلطه وعملت معاها رز صياديه، عملت معاكم قبل كده الرز ده، وابتديت ان انا اهتم بشكل الطبق، بيدي كده منظر وحلو قوي للطبق، وفي نفس الوقت العين بتاكل قبل البق. زي ما انتم شايفين كده شكله خطير وطعمه كان هايل. ان شاء الله يعجبكم، ولو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. بصوا بقى شويه كده كزبره مع بقدونس، حاجه كده عظمه، وعصره الليمون في منتهى الجمال. بصوا بقى مع السلطه بتاعتنا مفيش بعد كده. ان شاء الله يعجبكم كل وصفاتي، وسهله